وصفة النهاردة هنعمل كب كيك كنافة جميل جدا، شيك قوي في العزومات او لو عندنا ضيوف نقدر نقدم منها. جميلة قوي بقى ان مكوناتها كلها متوفرة في كل بيت وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص. يلا بقى نبدأ الفيديو على طول، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو عجبكم اعملوا له شير. يلا نبدأ. معايا نص كيلو من الكنافة كانت في الفريزر متجمدة كويس جدا عشان لما تخرج نطحنها كويس بالمطحنة او بايدينا تبقى سهلة معانا. هنحط عليها معلقتين كبار من السكر البودرة، ده بيساعد انها تبقى متماسكة وماسكة في بعضها كده لما تستوي ما تفكش مننا. تمام، قلبناها كويس. هنضيف عليها بقى نص كوباية من السمنة السايحة او الزبدة حسب المتاح وحسب ما بتحبي. خلاص كده حطينا السكر وحطينا السمنة او الزبدة، هنقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الكنافة تتشرب السمنة كويس. واهم حاجة ان احنا ناخد جزء كده من الكنافة نضغط عليه تكون متماسكة بالشكل ده. لو حسيتوها لسه مفرولة هتزودوا لها كمان معلقتين 3 من السمنة. في صينية الكب كيك بقى هحط كده سمنة من تحت الاول، وبعدين اخد جزء من الكنافة وابدأ اسكنه كويس جدا في المكان واضغط عليه كويس عشان خاطر الضغط ده مهم ان هو الكنافة بعد كده تبقى متماسكة معايا وشكلها مظبوط بعد ما تستوي. خلاص ممكن بايديا وممكن باستعمال الكوباية زي ما انتوا شايفين كده. المهم هخلص كل الكمية وهدخلها الفرن على درجة حرارة 190، هتاخد بالظبط 20 دقيقة تتحمر كويس جدا من تحت ومن فوق وتطلع. هسقيها بالشربات يكون تقيل وبارد، عملناه قبل ما نبدأ في الكنافة خالص. ان احنا عملنا كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية وخليناهم يغلوا مع بعض 10 دقايق، وفي الاخر حطينا لهم عصرة ليمونة مع معلقة صغيرة خالص من الفانيليا. وكده الشربات جاهز معايا، بحطه في التلاجة يبرد لحد ما الكنافة تطلع من الفرن واسقي بيها بالشكل ده. كده الكنافة خلصت، هعمل بقى الحشوة. المكونات بسيطة جدا، معايا كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين كبار من النشا، معاهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر، معاهم معلقتين كبار من السكر. مش هنزود سكر قوي عشان الكنافة مسكرة، وكمان معانا شوكولاتة خام نستعملها كمان هتبقى فيها سكر، فمش عايزين الموضوع يبقى مسكر قوي. ومعانا فانيليا. في حلة بقى على النار هنزل كوبايتين اللبن، هضيف عليهم على طول النشا، معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر، وهضيف السكر وهضيف الفانيليا. عندكم لبن بودرة هنزود، عندكم جوز هند مبشور وحابين تضيفوه ممكن، حابين تضيفوا بدل النشا بودرة سحلب جميل قوي قوي، فالموجود هنعمله. تمام كده بقى على النار، فضلت اقلب المكونات لحد ما النشا استوى كويس جدا وبقى جاهز معايا، والكنافة كمان جاهزة وخرجتها من القالب متحمرة كويس جدا من فوق ومن تحت، والشربات مظبوط فيها. مش عايزين نزود كتير قوي شربات ومش عايزين برضو نقلل، حسب الرغبة وحسب ما بتحبوا كمية السكر في الحلويات. خلاص على الوش بقى هضيف الشوكولاتة الخام بتاعتي، انا مدوباها او مسيحاها على بخار مية ومش حاطلها اي اضافات تاني، هي بس شوكولاتة خام متدوبة. وعلى الوش كده شوية مكسرات وتتقدم بألف هنا وشفا. جربوا الوصفة وإن شاء الله هتعجبكم، وأتمنى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا له لايك وشير، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.